يلا نعمل أطيب صحن فتوش بينافس أشهر المطاعم. الخضار اللي بنحتاجها: خس، خيار، بندورة، فجل، فليفلة صفرة وفليفلة خضرة. فينا نضيف كمان فليفلة حمرا إذا منحب، أو نضيف ملفوف أبيض أو أحمر، لكن ممنوع نضيف جزر وممنوع نضيف حامض أبداً. وهيدا أول سر من أسرار الفتوش الطيب. بدنا كمان مجموعة حشايش هن بقدونس، نعنع، زعتر وبقلة. منراعي أنه يكونوا مفروطين مش مفرومين على السكينة، وهيدا السر التاني للفتوش. بدنا بصلة وحصين توم، وهيدا السر التالت. السر الرابع هو بطريقة تقطيع الخضار وترتيبها. يلا نبلش. البندورة منشيل من كل الحبات العقب الأخضر ومنجهزها للتقطيع. منراعي بفرم البندورة أنها تكون قطع كبيرة ومربعة. نقسم البندورة بالنص وبنقطعها بهالشكل الموضح بالفيديو. البندورة بتنزل مي كتير، بنحطها بسفل الطنجرة لحتى ما تخرب بقية الخضار اللي بدنا نقطعها بعدين. وهلأ بدنا نقطع الخس. بنقطعه بالشكل الموضح بالفيديو، بالطول أول شي بعدين بالعرض لحتى نحصل على شكل مربع للورق. هلأ دور الخيار. بنقطع الخيارة بالنص، نمسك كل كم حبة مع بعضها وبنقطعهم بشكل عرضي لحتى نحصل على حبات مربعة وكبيرة بالشكل الموضح بالفيديو قدامكن. أما الفجل بنترك الحبة مثل ما هي، بنقطعها بشكل عرضي لنحصل على دوائر مرتبة متناسقة. بالنسبة للفليفلة الصفرة، مننظف الحبات كتير منيح من البذر والحروف البيضاء ومنقطعهم بشكل مربع كبير ومتناسق. كمان الفليفلة الخضراء مننظفها كتير منيح من البذر ومنشيل الحروف البيضاء. إذا بتحبوا فيكن تحطوا فليفلة حمراء. منقطعهم لمربعات كبيرة ومتناسقة بالشكل الواضح قدامكن. هلأ السر الخامس الخطير اللي رح ينقل الفتوش لمرحلة تانية ويعطيه نكهة مميزة. منقطع البصل لجوانح سميكة شوي، منبشر فوقها حصين الثوم بشكل ناعم، منحط فوقها معلقة سماق كبيرة، منفركن كتير منيح بإيدنا مثل ما انه موضح بالفيديو قدامكن لحتى نتأكد انه السماق لزق بحبات الثوم والبصل من كل الجهات. هالخطوة رح تنقل الفتوش وتعطيه نكهة خيالية. بعد ما خلصنا تقطيع الخضار بنضيف البقلة، البقدونس، الزعتر والنعنع لكمية الخضار المقطعة كلها. وبدنا نزيد كمان البصل والثوم اللي قطعناهن وفركناهن بالسماق. السر السادس: ممنوع نخلط الخضار أبدا إلا قبل وقت التقديم بدقايق لحتى تضل محافظة على شكلها الحلو. وهلأ بدنا نسكرها ونحطها بالبراد لقبل التقديم. السر السابع بالصوص. للصوص بدنا كباية زيت زيتون، كباية خل تفاح طبيعي، ممنوع نستعمل خل أبيض. بدنا 3/4 الكوب دبس الرمان، نعنع يابس ومعلقتين ملح كبار. قبل وقت التقديم بدقايق منخلط الفتوش كتير منيح ليمتزجوا الخضار مع الحشايش. ننتبه ما نترك أي مجال ما نكون خلطنا فيه. بعدها رح نحط كباية زيت الزيتون كلياتها فوق الطنجرة. كمان رح نضيف كباية خل التفاح كلياتها. الخل بيعطيها نكهة مميزة. هلأ بدنا نضيف دبس الرمان، لكن بدنا نترك كمية قليلة لحتى نزين فيها وجه صحن التقديم. منضيف كمية النعنع كلها، وكمان رح نضيف كمية الملح كلياتها، وبنحركن كتير منيح ليمتزجوا مع بعضن ويدوب الملح وتاخد النكهات كلياتها بهالشكل مثل ما نكون شايفين. وهي المرحلة الأخيرة، مرحلة السكب والتزيين. بنسكب بجاط كتير كبير كمية الفتوش كلها اللي عنا،
والسر الأخير بالفتوش هو الخبز المحمص، ما بيصير نستغني عنه أبدا بالفتوش. كمان رح نضيف رشة دبس الرمان النهائية على طبقنا. إذا عجبتكن وصفة الفتوش اعملوا لايك وفولو وسبسكرايب ليوصلكن كل فيديو جديد رح نعمله، وما تنسوا تشاركوا الوصفة مع أصحابكن. باي باي.